السلام عليكم. تعالوا نعمل تيراميسو كيتو دايت لو كارب مرضى السكري، من روائع الكيتو دايت. حاجه كده تحفه جدا، هش وكيك قهوه، يعني اكنكم بتاكلوا جاتو قهوه من بره. تحفه جدا جدا. انا عندي بيضتين في حراره الغرفه، عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، عليهم ربع كوب من الكريمه او اي بديل من اللي احنا دايما بنذكرهم في الفيديوهات، وانا هنا معلقه صغيره من السكر اللي انا بستخدمه. برضو السكر حسب النوع بتاعكم، حسب الحاله بتاعكم. عندي 3 معالق كبيره من اسبريسو، انا عامله شوت اسبريسو فهاخد منه 3 معالق كبيره. البديل معلقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان. بقلب المكونات بتاعتنا دي وبضيف عليهم 3 معالق كبيره من الزبده المذابه اللي في حراره الغرفه. يبقى اللي عنده اسبريسو، اهم حاجه يا جماعه انه طعم القهوه يكون قوي في الكيك. احنا اول حاجه هنعمل كيك التيراميسو، والكيك ده بنحضر له الفرن على 180 درجه قبل طبعا ما ابدا الوصفه. انا هنا حطيت معلقتين كبار من دقيق جوز الهند، عليهم معلقه ونص كبيره من الكاكاو الخام، عليهم معلقه صغيره ممتلئه من البيكنج باودر، ودي المكونات الجافه. هقلبها قبل ما اضيفها على المكونات السائله. طبعا يبقى التيراميسو عباره عن كيك وعباره عن الكريمه بتاعته، قالب كده يعني رائع، تحفه بصراحه. نزلت بالمكونات الجافه على المكونات السائله وبديها تقليبه كده. اهم حاجه ما يبقاش في حاجه كده مكلكعه، الخليط يبقى سموث وناعم زي ما انتم شايفين. وزي ما انا عملته كده في القالب البايركس كسوله جدا، فدخلته الفرن، نظمته كده شويه ودخلته الفرن على طول على في الرف الاوسط. بصوا بقى، انا قسمت الشوت الاسبريسو، خدنا جزء منه في الكيك، حوالي 3 4 معالق كبيره من شوت الاسبريسو، واحنا بننزلهم بيكونوا باردين. ده بقى الباقي لازم يكون سخن، يعني انا عايزه هنا الاسبريسو او القهوه المذابه تكون سخنه. ودوبت فيها كيس جيلاتين 10 جرام، دوبته خالص تماما، بقى لون القهوه شفاف خالص. هنا عندي بقى نص كوب من الكريمه البارده، لازم تكون بارده، عليها السكر بتاعنا، معلقه صغيره من السكر، وبخلطهم كويس. هسيب هنا القهوه بتاعتنا تبرد تماما. القهوه بالجيلاتين، الجيلاتين مذاب فيها كويس جدا، والقهوه بارده تماما، وبنزلها على الكريمه بس بقلبها مع بعضها، مش بقى محتاجه اخفق خالص في الخطوه دي. انا وحطيت هنا بقى، قلت عشان ادي لون حطيت معلقه من الكاكاو الخام، ممكن معلقه كبيره او صغيره من الكاكاو الخام. ده الكريمه بتاعتنا. انا ليه ضفت الجيلاتين؟ على فكره الكريمه متماسكه جدا من غير جيلاتين. ضفت الجيلاتين عشان تديها شويه تقل اكتر، يبقى بدل الجبنه، يعني ما دام انا ما ضفتش جبنه حسيت ان الجيلاتين هتديها قوام فعلا تحفه جدا جدا. طبعا دخلتها التلاجة. الكيك بتاعنا دوت جاهز دلوقتي وبارد. الكيك لازم يكون بارد قبل ما اضيف له الكريمه. تمام. الكريمه مش ضروري انها تكون بارده، هي كده كده هتبقى متماسكه، مجرد ان انا حطيت الجيلاتين والكريمه اصلا بتاعتنا قبل الخفق بارده فبتتماسك وهي اصلا متماسكه. لكن الكيك يكون بارد عشان لما اضيف عليه الكريمه ما تتشربوش. فانا قسمته لثلاث فواصل كده او 3 قطع زي ما انتم شايفين. لو اتهرى منكم مفيش اي مشكله، حتى الكيك المهري طبعا انا بيتهرى مني عشان بيبقى لسه سخن شويه وانا بصور، فما فيش اي مشكله. هنهري الكيك وهنحطه فوق الطبقات الكريمه، هيبقى ولا هيبان خالص ويبقى تحفه جدا. انا حطيت اول طبقه في نفس القالب برضو اللي انا خبزت بيه، يعني ما شفتوش كسل اكتر من كده. حقيقي ساعات كتير جدا مبقاش قادره اصور اصلا، وببقى بصور بس يعني انا حاسه ان انا ببقى بغلط ان انا بعمل وصفات من غير ما اصور لكم، فاعذروني بقى كده في الكروته شويه دي. حطيت طبقه كريمه، وبعدين الكيك البارد بتاعنا الهش الرائع ده اللي انتوا شايفينه طبقه تانية. بقى جه في بالي كده وانا بعمله هخليها بقى جاتو يعني زي اللي احنا بناكله من بره. يبقى عايزين بقى شويه مكسرات مجروشه، وانا اخترت البندق المحمص المجروش، تحفه جدا ولايق مع كريمه القهوه والشوكولاته، يعني تحفه جدا. ممكن تحطوا اي مكسرات موجوده حتى لو فول سوداني، بس حمصوا المكسرات لان التحميصه بتدي قرمشه كده في الوصفه ولا اروع. طبقه الكيك التانية برضو ضغطه، كل طبقه كده بضغطه. يبقى احنا عملنا، بصوا، في نفس القالب اللي خبزنا بيه، ولا احتاجنا قوالب تشيز كيك ولا حاجه. وهنعمله قالب تيراميسو يعني، ولا محتاجين يعني قالب التيراميسو ده بتلاقوه في المحلات على فكره بيتقدم بنفس الشكل، فانتوا مش محتاجين اي حاجه. حطيت كده زي ما انتوا شفتوا الكريمه على المكسرات المحمصه على اخر قالب من الكيك. انا عايزه الحقكم في الفيديو، انا حاسه ان انا كلامي سريع شويه فمعلش برضو عشان ما تزهقوش من تطويل الفيديوهات. فلو فاتكم اي حاجه عيدوا بقى الجزء ده تاني. اخر طبقه اهي مش مكفيه معايا، رحت مفرفته الطبقه شويه ورحت مغطيه بيها، بقت عامله شبه الكيك اللي بتحط على الريد فيلفت يعني. بصوا عامله كده زي
تحفه، شكلها تحفه. يعني كل ما تبصوا الكيك ده كل ما هيبقى مهملين هيطلع حلو جدا. دخلوه بقى التلاجة ساعة، هو مش محتاج، انا شخصيا بحب الكريمة تبقى سايحة اكتر، لكن هو في التلاجة بيبقى متماسك جدا، عاملة زي قطع الجاتو. يعني ده قبل ما يدخل التلاجة. عايزة اقول لكم لو دخلتوه التلاجة ساعة الجيلاتين بيمسك جدا وبيخليه شوية كثيف عن كده، بس يعني في كل الاحوال تحفة. على طول جربوا الوصفة، جربوا وصفات البيتزا وخبز البروتين اللي احنا لسه مقدمينها، وبقية وصفات خبز السمسم، خبز اللوز، خبز جوز الهند، الباونتي والدوناتس والسويس رول وكيك الحلم. كلها وصفات رائعة سهلة وسريعة، واشوفكم على خير في وصفة قادمة.